السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. طبعا بعتذر ان بقالي كتير قوي مش عملت معاكم فيديوهات. بس طبعا يعني ظروف للاسف. ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير مع بعض. هنعمل الفراخ المشويه بتتبيله وهميه. طبعا لو مستعجلين ومش عارفين تعملوا اكل ايه، الوصفه دي ليكوا يعني جميله جدا وريحتها هتكون رهيبه. اول حاجه معايا فرخه وزنها صغير. طبعا بتنفع اي فرخه، بس الفراخ الصغيره بتستوي اسرع. غسلتها ونقعتها كويس جدا وبعدين نشفتها بمناديل المطبخ، وبعدين هبتدي ان انا اعمل فيها فتحات زي ما حضراتكم شايفين من بره وجوه، علشان التتبيله تدخل جوه اللحم. معايا هنا بقى بصلة وكمان قرن فلفل وطماطمية. ممكن كمان تضيفوا فلفل حار لو انتوا بتحبوا الاكل السبايسي. هنبتدي ان انا انزل كل المكونات دي في الكبة او في الخلاط، او ممكن تضربوهم في الهون. هضيف كمان عليهم التوابل، وكمان هضيف فص ثوم. التوابل عبارة عن ملح وفلفل. اضيف ربع معلقة كده صغيرة من البابريكا، ونص معلقة من الكزبرة الجافة. هضيف كمان ربع معلقة صغيرة من الكمون. هنضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان، هتديها طعم حلو جدا جدا ومميز، وكمان لون حلو قوي. هضيف معلقتين من الزيت. ضفت زيت الزيتون، وكمان ممكن تضيفوا اي نوع زيت تفضلوه. لو انتوا بتحبوا القرفة ممكن تضيفوا ربع معلقة صغيرة من القرفة. هضرب كل المكونات دي كويس جدا جدا في الكبة، وبعدين هجيب طبق عميق هبتدي ان انا انزل عليه الفرخة، وبعدين هنزل نص التتبيلة اللي انا جهزتها معاكم. لو انتوا هتشووا الفرخة لوحدها من غير اي خضار تحتها، التتبيلة دي تكفي معاكم لفرختين. طبعا انا ضفت نص التتبيلة، وابتديت ان انا اتبل الفرخة كويس جدا جدا. دخلت التتبيلة كويس قوي في الفتحات كمان، علشان اللحمة تبتدي ان هي تضطر يعني تطرى كده بالتتبيلة اللي احنا ضفناها. طبعا انت ممكن يعني التتبيلة دي تفضل فيها نص ساعة ساعتين، بس انا عملتها قبلها بيوم. علشان كل ما بتفضل في التتبيلة كل ما يكون ليها طعم حلو قوي. بقيت التتبيلة حطيتها كده في طبق، وحطيتها في التلاجة علشان نستخدمها مع باقي الوصفة. قطعت بقى خضار. معايا بصل قطعته كده لشرايح رفيعة، وكمان بطاطس. طبعا انتوا ممكن تستغنوا عن البطاطس، بس انا حبيت ان يكون في الاكلة بطاطس علشان يعني الاولاد بيحبوها. هضيف كمان شرايح من الفلفل الاخضر، وكمان طماطم. كل حاجة اقطعها كده لشرايح، وهبتدي ان انا انزل عليها التتبيلة اللي احنا سبناها امبارح. هنزل بقى الفرخة. والفرخة هنا يعني ما كانتش عاملة قوي في الصينية دي، فقسمتها لنصين زي ما حضراتكم شايفين كده. وهبتدي ان انا اظبط شكلها يعني في قلب الصينية، وبعدين هبتدي ان انا انزل باقي التتبيلة اللي انا سبتها على الفرخة. وبعدين هبتدي ان انا اجيب ورق فويل، وكمان ورق زبدة. هضيف الاول ورق الزبدة على الصينية كده، وبعدين هبتدي ان انا اضيف ورق الفويل. ما كانش عندي بقى ورق الفويل اللي يكفي، فاضطريت ان انا اقفلها بس على قد الموجود. وبعدين هدخلها الفرن على درجة حرارة 240 او 250، يعني اعلى درجة حرارة متوفرة في الفرن بتاعكم. واقفلها بقى كويس جدا كده، وهسيبها بقى في الفرن. خدت حوالي ساعة الا تلت لساعة الا ربع بتكون استوت معانا. بشيل طبعا الورق الفويل والزبدة، وبعدين آه يعني بالفرشة كده ببتدي ان انا بالصوص اللي هو نازل، ابتدي ان انا امسح كده الفراخ علشان تديها لون حلو قوي. بصراحة الكاميرا ظالمة لون الفراخ، كان ريحتها تجنن ولونها كمان حلو قوي. قدمتها مع رز معمر. وطبعا قدموها مع اي حاجة تفضلوها، ممكن تاكلوها بالعيش بس. بصوا الفرخة شكلها يجنن وطعمها حلو جدا. طبعا لو شفتوا الفيديو للحظة دي ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة لو كنتم مش مشتركين. فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بقدمه، وكومنت حلو لو الفيديو بتاعي عجبكم. شيروا بقى الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من المتابعين. زي ما حضراتكم شايفين الفرخة لونها جميل، وكمان مستوية جدا ودايبة قوي. يلا بقى اشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامة.